يا مساء الفل أو صباح الفل على حسب ما بتسمع الفيديو. أتمنى تكون سمعت الفيديو اللي فات وبدأت معانا الكورس من البداية، بداية قوية جدا. وإن شاء الله بإذن الله النهاردة هنتكلم عن حاجة أساسية جدا في تكوين الجملة. عشان تقدر تكون جملة أساسية، بداية الجملة لازم تبدأ بفاعل. عشان كده هناخد كام حاجة الأول قبل ما ندخل في موضوعنا النهاردة. أول حاجة في الجملة اللي هي الفاعل، اللي هو السبجكت. طب ده بيتكون عندي من حاجتين، اللي هو عندي اللي هو البروناونز، الضمائر العاديه خالص، اللي هو مثلا لما اقول الاي واليو والوي والزي والهي والشي والات. ده تكوين الجمله، الاساس بيبدا بيها. يبقى عندي الفاعل ده بيكون عندي عباره عن ضمير، او ممكن يكون الفاعل بيبدا لي بحاجه بدل الضمير، البدائل بتاعتهم اللي هي الاسماء. لما اقول مثلا احمد، علي، منى، كار، كات، اي اسم، مش شرط اسم بني ادم، اي حاجه اسميه ببدا بيها. اذا عندي الجمله في بدايتها اول حاجه في الجمله اللي هي عندي الفاعل. طيب، اذا بدانا بالفاعل اللي هو اول حاجه اللي هي عندنا الضمائر، وده اللي هنبتدي نربط بيها. لان عندي لازم اي جمله في الانجليزي لازم يكون فيها فعل. تمام. فعندنا النهارده هناخد verb to be. عمه الحاج بيه عنده 3 شغالين معاه. هو الراجل كبر وعجز، وابتدى ان هو يقول لنا في 3 معاه عياله هيشتغلوا. عنده am وis وare. verb to be، be معناه يكون، يبقى be معناه يكون. وهم برضو نفس النظام، am معناها يكون، وإذ معناها يكون، وآر معناها يكون. طبعا بتختلف من الضمير يكون يكونه برضو أيا كان، لكن هو الفعل الكينونة أو الفعل اللي يكون نفسه اللي هو verb to be. يبقى عندي بداية الجملة، أدي أول حاجة احنا بدأنا بالسبجكت اللي هو الفاعل اللي بدأنا بيه. بعد كده لازم بعد كده يجي فعل، والفعل ده بينقسم لنوعين. النوع الأول عندي فعل أساسي اللي هو eat play drink، اللي هو الفعل كده مفيش ليه تقسيمات ومشتقاته. يعني مثلا verb to be هنا ده فعل أساسي معناه يكون، يبقى ده الفعل الأساسي. في بعد كده بقى الأفعال المساعدة، عندي am is are was were، هناخدهم بقى بالتدريج مع بعض في الرحلة بتاعتنا بتاعت الجرامر. ولكن عندي الأساس لازم الجملة يكون فيها فعل، ما ينفعش. يعني مثلا أنا لما أقول أنا مثلا زكريا، ما ينفعش أقول I زكريا. هي كجملة عامة مفيش مشكلة تمشي، ولكن كقاعدة وكجرامر وكإنجليزي صح لا، ما تنفعش. لازم الجملة يكون فيها إنجليزي. تقول لي ما أنا I وزكريا أهي. لما أقول لك مثلا هو مهندس، تقول لي إيه؟ تقول لي he engineer. اقول لك برضو ما تنفعش، لازم عندي في الجملة يكون في فعل. طيب ايه اللي هيتم بقى؟ هنا بقى المفروض لازم يكون في فعل وهنا في فعل. عشان كده عندي في التقسيمة بتاعت verb to be اللي هو يكون. لما عاوز اقول انا اكون، هو يكون، هي تكون، نحن نكون، قال لي هتيجي كده. عندي I بتيجي معاها am، ويو وي وزي معاهم are، ومعاهم اي اسم جمع. تمام. وعندي هي وشي وات معاهم از واي اسم مفرد. وخلوا بالكم ان اللي هيدوم معانا في الشغل كتير ار واز. اي معاها ام، دي خلاص نحفظها. اي معاها ام، اي ام انا اكون. يو ار، وي ار، they are، he is، she is، it is. يبقى تعالى كده نكتب هنا الجملة. عايز اقول انا زكريا، قال لي هنا اي معاها مين؟ معاها ام، يبقى اي ام اللي هو انا اكون زكريا. طب هنا هي ناقصه ايه هنا؟ اوكي. طيب هي نقط انجينير، هنا هي بقى هتاخد ايه؟ هي از، يبقى اقول هي از. طب انجينير كده هتسيبها؟ لا، المفروض بقى خدنا الحصه اللي فاتت او ان. طب هنا هتقول ايه؟ هتقول ان
انجينير. اذا التكوينات الاساسيه دي اللي بتطلع لك جمله مظبوطه. واحد يكتب هي انجينير كده كلام في العام وفي البلدي كده مفيش مشكله، لكن كجرامر وكقواعد وكامتحانات كانجليزي صح، لا لازم ابتدي استخدم كل الحاجات دي. فاحنا كل حصه بناخد فيها حاجه دي انت بتستخدمها. هنا هقول he is an engineer، ما اقولش he is engineer على طول، لا ما خدنا او am. طب هنا يا مستر هتحط لي I am a زكريا، اقول لك لا، احنا اتفقنا الحصه اللي فاتت اسماء الاشخاص والبلاد والاماكن والصفات والافعال ما بتستخدمش معاها a وان. طيب لو قلت هنا زي تاخد مين معاها؟ زي اقول لي اهي زي تاخد معاها ار، يبقى هقول زي ار. طب زي ار معناها ايه؟ هم يكونوا. زي ار هم يكونوا. طب عايز اقول مثلا هم اطباء بيطريين، طبيب بيطري يعني فيت، يبقى زي ار عندي فيت. طبعا عشان هم جمع يبقى اقول فيتس. طيب تقول لي هنا حط او ان، اقول لك لا برضه افتكر الحصه اللي فاتت خدنا ان ما ينفعش مع الجمع احط لا ولا ان. يبقى احنا كده بسرعه كده خدنا ام از ار دول بنبتدي نستخدمهم في بدايه الجمله. عايز اقول انا اكون، هو يكون، نحن نكون، هم يكونوا، بستخدم ام از ار. تعالوا كده ناخد كام تمرين وتحلوه انتوا معايا دلوقتي، يعني كانكم كده ايه في حصه مراجعه دلوقتي. خلصنا بقى الدرس وخلصنا الشرح بتاع الجزئيه دي، وتعالوا بقى لما اقول لك مثلا هو يكون طبيب، وهضحك عليكم بقى في جمله رخمه قوي، يعني مش كتير اللي هياخد باله منها. لما اقول هي تكون قطه، نحن نكون مهندسين. طيب تعالوا كده مع بعض. هو يكون طبيب، مين الشاطر بقى اللي هيتفاعل معايا كأنه ايه مركز في الفيديو من بدايته؟ هو يكون طبيب. هو يعني ايه؟ خدنا الضمائر، هو يعني هي، يبقى هو يعني هي. طيب هي عايز اقول يكون معناها ايه؟ خدنا ام واز وار بياخدوا نفس الفعل يكون، يبقى هنا هي از، يبقى هي از دكتور. هقول لك لا استنى بقى، هي از مين شاطر؟ برافو عليك اللي قلت برافو على اللي قال هي از دكتور. خلاص بقى احنا هنستخدم كل حاجه بناخدها في كل حصه هنبتدي ان احنا نستخدمها. في الجزء الثاني هي تكون قطه. هنا بقى حته ذكاء مش كتير هيركز فيها. هي ممكن كله يكتب لي شي على طول، اقول لك طب استنى بس، طب قطه هنا دي عاقل ولا غير عاقل؟ هتقول لي غير عاقل، اقول لك يبقى ما ينفعش استخدم شي، يبقى هقول ات. يبقى احنا خدنا ايه؟ خدنا ات بنستخدمها مع غير العاقل. يبقى ات معاها ايه؟ ات معاها از، يبقى اقول ات از ا كات. طيب يلا اللي بعديها، من الشاطر بقى اللي هيحلها لوحده؟ معاكم 3 ثواني، يلا الشاطر اللي هيجيبها لوحده. برافو عليك اللي جبتها. we are an engineers ولا engineers على طول؟ طيب الشاطر اللي قال engineers على طول، يبقى هقول we، نحن we are engineers. ليه؟ اصل دي جمع، واحنا قلنا مع الجمع ما ينفعش استخدم وان خالص. طيب حاجه تانية برضو ملحوظه بسيطه عشان نبقى مركزين فيها. لما اقول مثلا هم، مثلا عايز اشاور، عايز اقول هؤلاء، مثلا عايز اجيب حاجه غير عاقل عشان بس ايه بقر مثلا، انا عايز اشاور على شويه بقر، تمام؟ طب او بلاش هؤلاء عشان ممكن حد يستخدم لي زيس وزوس والكلام ده هناخدها الحصه اللي جايه. طب عايز اقول هؤلاء او يكونوا بقر، يكونوا مش شتيمه، مش شتيمه انا بشاور او قدامي عايز اقول ايه ده، فدول شويه بقر.
فبقر اللي هم الحيوانات، مش بشتم حد. تمام. طيب استخدم ايه؟ قال لي انت ات هنا بتستخدمها مع غير العاقل. هقول لك ات بستخدمها مع غير العاقل في المفرد، لكن هنا بستخدم زي عادي خالص. طبعا مش هينفع اقول وي، احنا مش تمام. هنستخدم زي، ركزوا معايا. يبقى هقول زي. طب زي تاخد ايه؟ زي ار. يعني ينفع يا مستر تستخدم زي؟ ينفع استخدم زي، لان زي بتستخدمها مع الكل. اي حاجه انت بتعبر عنها بتشاور عليهم سواء عاقل او غير عاقل، بس دي مع الجمع طبعا. زي ار كاوز. تمام. يبقى هنا دي عشان ابتدي اكون جمله ابتدي استخدم دول. انت بقى شاطر، اكتب لي في البيت عندك 10 15 20 جمله، بمعنى هتستخدم I am teacher, you are a student, we are مثلا teachers, they are engineers, he is a boy, she is a girl, it is a cat. يبقى هنا انا ابتدي اهو، شوف كتبت وبعد كده ابتدي استخدم كلمات تانية استخدمها. ممكن نبتدي نستخدم الوظائف. عندي جوبس ناخدهم في البيت نحفظهم ونبتدي نستخدمهم. مثلا عندي تيتشر، عندي فيت، دكتور، انجينير. يلا في البيت كده تعمل ايه؟ في البيت تستخدم دول كده. تيتشر يعني ايه؟ معلم. فيت يعني طبيب بيطري. دكتور يعني طبيب اللي هو الدكتور العادي. انجينير يعني مهندس. انا اعمل ايه بقى في البيت؟ عندي ادي اهو 4 وظائف، ولو تقدر تحفظ وظائف اكتر من كده يبقى زي الفل. عندي اهو 1 2 3 4 5 6 7، يبقى عندي دول برضو الضماير. هستخدم بقى كل الضماير دي مع هنا. مثلا هقول I am a teacher, you are teacher, we are teachers, they are teachers, he is a teacher, she is a teacher. مش هينفع استخدم it طبعا، احنا بني ادمين عشان ما حدش يقول له يبقى ما ينفعش استخدم it معاها. طيب نفس النظام بستخدم مع فيت ومع دكتور ومع انجينير. ببتدي امارس وابتدي استخدم، هلاقي نفسي بكتب جمل كتير جدا، ودي بتسهل عليكم بالنسبه للطلبه الحلوين ابتدائي واعدادي. بتسهل عليهم موضوع الباراجراف، يقدر يكتب باراجرافات كتيره قوي، يقدر يكتب جمل كتير قوي. طبعا انا اكتفيت بالحاجات دي، لكن عندنا السؤال وعندنا الاستفهام وعندنا حاجات كتيره جدا، بس دي هناخدها مع الوقت. اكتفي بالجزئيه دي واستنونا الفيديو اللي جاي في اقوى كورس تاسيس من الصفر للاحتراف باذن الله في 2026. كان معاكم مستر زكريا. ما تنساش تشترك بالقناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وتشارك الفيديو لغيرك ولكل اللي حواليك عشان غيرك يستفيد. وما تنساش تكتب لي في التعليقات لو انت استفدت من الفيديو ده واستفدت قد ايه، وما تنساش تكتب لي جمل من اللي احنا قلناها تكتبها لي في التعليقات. جود باي.